بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، شيوخنا وحضورنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مجلس اعتاد على ولائه لولاة أمرنا والدعاء لهم والدعاء إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بأن يلبسهم ثوب الصحة والعافية، وأن يكون الله عونا لهم في الحفاظ على الدين والوطن، وأن يحفظهم للمسلمين أجمعين. اليوم ونحن في مجلس الشيخ نايف الفيصل الجربة، مجلس جعله الله نعمة لأهل زمانه، كيف لا والقائم عليه الشيخ فرحان بن نايف الفيصل، جعله الله ابنا بارا بوالديه، مخلصا لدينه، مخلصا لولاة أمره، وعولا لهم في توحيد الصف ضد من يريد شق صفنا، وفيا للوطن، كما جعل الله هذا المجلس فيه تنقضي أهل الخصومات من خصوماتهم، وكذلك تقضي أهل الحاجات حوائجهم. شيوخنا وحضورنا الكرام، من منطلق قوله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كما قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولقد جعل الله العفو من صفات المؤمنين الأتقياء، فعتق الرقاب له منزلة عظيمة، ولهذا جعل الله العتق من أسباب العتق من النار، وهو قربة عظيمة، وجعله الله كفارة لجرائم كثيرة، فهذا يدل على أن اعتاق الرقاب من أعظم القربات ومن أسباب عتق العبد من النار. شيوخنا، حضورنا هذه الليلة نحن وبحضور صاحب الفضل بعد الله وصاحب المعروف الذي فضله لا ينقطع لا في الدنيا ولا في الآخرة، هو صاحب الكرم الحقيقي، كرم العافين وكرم الكاظمين الغيظ، أسر حزنه في قلبه كرما لأهل المقام والجاه. هو من أراد لم الشمل وتضميد الجراح وتضميد جراح السنين الماضية بين أهله وعشيرته. هو أخينا صاحب الفضل بعد الله أحمد بن محسن بن عويد الجباري، لتنازله عن قضية القتل التي بينه وبين أبناء عمومته أسلمة، وإنهاء معاناة قضايا
لها عشرات السنين بين الجبارية وأبناء عمومة مسلمة، وقبوله شفاعة أهل المقام والجود، شفاعة الشيخ فرحان بن نايف الفيصل، وشفاعة من تكبدوا عناء السفر من العراق إلى وصولهم للرياض، لا يحملون في قلوبهم غير إصلاح ذات البين ولم شمل من شتتتهم ظروف الأقدار، وإصلاح شان كل من شانه إصلاح المجتمع، وهو ديدن آبائهم وأجدادهم، كيف لا، وهو الشيخ محمد بن مانع بن عجيل الياور، حفيد من أجبر التاريخ أن يسجل اسمه وأفعاله بماء من الذهب، كما كان بمعيته رجال لا يقلل التاريخ من أفعال آبائهم ولا أهلهم، وهم يسيرون على ماضي أسلافهم. الشيخ صالح الفرج الأسلمي، والشيخ خميس بن بقار، والشيخ أحمد بن نواف الهايس، والشيخ أنور بن عبيد الطلاع الجدي، والشيخ علي بن سكم المشجي، والشيخ مهدي بن مشعان الثابتي، وكذلك بحضور الشيخ مشعل بن حاتم الحسان. فالشكر لصاحب الفضل بعد الله عز وجل، خاصة لأخينا أحمد بن محسن بن عويد الجباري وأبنائه، وابن أخيه وأبناء عمومته وفخذ الجبارية من الأسلم عموما. ولا يسعني في مقامنا هذا إلا أن أطلب من الله للجميع الأجر والجزاء العظيم من الله للذين شاركوا وساهموا في هذه الوجاهة وفي هذه القضية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.